اكتشفت حاجة غريبة وهي إن أغلب البنات اللي بتسأل عن تساقط الشعر في عدد كبير منهم ما يعرفش إنه في تساقط للشعر يوميا ده طبيعي. الشعرة بتمر بثلاث مراحل أو الشعر بيمر بثلاث مراحل، هي الأناجين والكاتاجين والتيلوجين. مرحلة الأناجين دي مرحلة شباب الشعراية بتكون من سنتين أو أكتر، ومرحلة الكاتاجين وبعد كده بيجي مرحلة التيلوجين دي اللي فعلا الشعراية بتتساقط فيها. ده اللي إحنا بنحكي عنه، ده طبيعي جدًا. عدد الشعر المفروض طبيعي يتساقط يوميًا من 50 ل100 شعراية، وبيطلع مكانهم شعر جديد فاتطمني. الشعر اللي بيتساقط ده بيطلع مكانه شعر جديد. طيب إمتى نقول إن التساقط ده فعلًا تساقط حقيقي، وإن ده مستدعي إن إحنا ناخد علاج أو إن إحنا نقلق؟ بيكون ملحوظ أكتر من 100 شعراية، بيطلع الشعر في المشط بدون أي مجهود، بنلاقي الشعر بيقع بطوله، بنلاقي على المخدة عدد من الشعر كتير، ده فعلا بيكون تساقط. وساعات بتوصل لفراغات، في الحالة دي نبدأ نسأل عن مشكلة التساقط. أكبر غلطة بتعمليها عشان توقفي مشكلة تساقط الشعر وهو إنك بتروحي تشتري منتج وتفتكري إن هو الحل. الحقيقة أنا كنت فاكر إن المشكلة في المنتجات لحد ما اكتشفت إنه الناس بتعالج العرض مش السبب. مشكلة تساقط الشعر دي بتكون عرض لسبب معين هو اللي عامل لنا تساقط، وأسباب التساقط كتير وكل مشكلة وليها علاجها، مش منتج واحد بيحل كل المشاكل. يعني على سبيل المثال هنلاقي من أسباب التساقط استخدام مثلا شامبو يكون شامبو تجاري، ده بيكون قاسي جدا على فروة الراس وبينشفها من كل المواد أو الزيوت المرطبة والمفيدة ليها. ممكن كمان سبب من أسباب التساقط هو استخدام روتين غلط أو عدم استخدام روتين أصلا. الشعر الجاف بيكون ليه روتين والشعر الدهني بيكون ليه روتين معين. كمان ممكن مشكلة بقى نقص الحديد، نقص فيتامين دي، نقص في خلل في هرمونات الغدة الدرقية. كل دي أسباب ممكن تعمل لنا تساقط، وأكتر من كده كمان كتير أسباب. كل مشكلة بيكون ليها علاج. الحقيقة إن المنتج ممكن يجيب نتيجة ويوقف التساقط، ولكن بعد انتهاء استخدام المنتج بيرجع التساقط تاني. ليه؟ لأن احنا تعاملنا مع العرض، ما تعاملناش مع السبب الحقيقي ورا مشكلة التساقط. عشان كده لو انت بتعاني من مشكلة التساقط اكتبي في التعليقات كلمة تساقط وهبعتلك مجموعة من الأسئلة من خلالها هنحدد سبب مشكلة التساقط والعلاج المناسب.